السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأعزاء، تحية لكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. كنتمنى الإخوة والأخوات تدعموا هذه القناة فضلا وليس أمرا. اللايكات والبارتاج، شكرا لجميع المتتبعين، وشكرا لجميع أصحاب القنوات الأصدقاء، ونحبكم في الله على البارتاج ديالكم. وموضوعنا الإخوة والأخوات ديال اليوم، والحلقة ديال اليوم اللي هي قناة صوت الإرادة تعلن تضامنا مع الأخت مدام أرشيف، اللي هي واحد الأخت دائما مناضلة، اللي هي دائما واحد الأخت ما كتنشر إلا صوت الحق، ما كتنشر إلا والمصداقية. ومن بعد إخواني أخواتي اللي من بعد اللي تفاجئنا، وهما هاد مجموعة صعصع اللي هما سينيالوا لا القناة، ضربوا لا القناة اللي باش يسكتوا هاد الأخت مدام أرشيف. وهذه كرسالة لأصحاب القنوات وكميساج كنقول لجميع الناس يوقفوا وقفة رجل مع الأخت مدام أرشيف، اللي هي دائما كتبين وكتعطي حقائق، وحنا دائما مساندين رسميين معها ومع المجموعة. لأن إخواني أخواتي هنا باش دائما كنقول لكم باللي هاد الناس بينوا على الضعف ديالهم، وهنا كنقولوا باللي هاد الناس لا أخلاق ولا مصداقية عندهم. لأن هاد القناة الإخوة والأخوات وكان ما قهراتهمش ما غادي يضربولاش القناة بالسينيال، ما غادي يسكتوش هاد السيدة اللي هي هاد السيدة صاحبة قناة، إلا وتهي يعني كدير كثر من المستطاع او من الجهد ديالها باش يعني تبين الحقيقه والسيره الذاتيه على صعصع والمجموعه ديالو. ولكن بعد حنا اليوم كنتفاجئوا اللي هاد الناس ما متجهين الا المراه المغربيه، اللي لما ضربوا وسينيالاو القنوات كيخرجوا ويضربوا في الاعراض ديال المراه المغربيه. وهذا الشيء راه لا يشرفنا، هادشي راه بكل صراحه اللي هو كيضرنا في الخاطر ديالنا. لان هاد الاخت مدام أرشيف ماشي غادي نقولوا بان ضربوا لها القناه هي راها عطاله على القناه او بقات فيها القناه او لا. اخواني اخواتي اللي هي مدام أرشيف اللي هي الحمد لله مرأة ميسوره، وكنتمنوا من الله تعالى يزيدها خير في خير. وهاد الناس كيبينوا على واحد الضعف اللي باش هاد السيده باش يسكتوها. ولكن حنا اليوم كنعطيك رساله للقنوات اللي باش يتضامنوا مع مدام أرشيف، اللي باش ان شاء الله نوليو ونرجعوا القناه كما كانت في الاول. لان هاد الناس باش كيديروا الطرق اللي باش يسكتونا، ولكن حنا ما غادي نسكتوش، لان الحق يعلى ولا يعلى عليه. لان هاد الشيء الاخوه والاخوات اللي هو هاد الكاسول اللي كيدعى انه جمعاوي، اللي كيبان امام الكاميرا وكيبان بانه هو كيقول عنده مصداقيه. ها باش دائما كنقول لكم بان راه السبب الرئيسي هو هاد الصعاصع اللي كيجي الجيوش الالكترونيه، كيفاش كيخرجوا، كيفاش كيتنمروا، كيفاش كيضربوا قنوات. والقنوات القناه اش دارت؟ لانه على دليل هاد السيده وكان ما ضرتكمش ما غادي تضربولاش القناه. وهذا الشيء بكل صراحه اللي هي طريق ما غادي توصلش. لان باش حنا نشوفوا خصيصا كتهاجموا المراه المغربيه، واش عندكم عقده على النساء؟ واش هاد النساء ما عندكمش مواتكم، ما عندكمش الازواج ديالكم، ما عندكمش الاخوات ديالكم، ما عندكمش الابناء ديالكم؟ اللي انا ما شفت الا عقده اللي ما عمر ذاك العقده غادي تفك الا على المراه المغربيه. ما هو السبب؟ علاش ما كتقوموش بهذه الاعمال الشيطانيه وتخرجوا للمواجهه وتواجهوا امر واقع مع الرجال اللي هما اصحاب القنوات؟ ما كنشوفوا حنا الا وكتمشيو للمراه المغربيه. وهذا الشيء بكل صراحه اللي كتبينوا لا اخلاق ولا مصداقيه عندكم. وهذا الكاسول اللي كيدعى انه انسان حقوقي، انسان جمعوي،
وانا كنعطي التحيه والتقدير للناس الحقوقيين والناس الجمعويين الحقانيه اللي كيخدموا بجداره واستحقاق. تحيه وتحيه لكم من هذا المنبر، وبحال هذا الكاسول اللي هو لا يمثلنا ولا يشرفنا، لان احنا دابا كنشوفوا اللي هو هذا السيد دائما وكيبين المفاجآت اللي هي مفاجأة من بعد شنا هاد الايتام، اللي هاد الايتام ما بغاش يطلق منا، اللي من بعد شنا جمع ال5 المليون الاولى، جمع ال5 المليون الثانيه، جمع ال2 المليون الثانيه، يعني ودائما لاصق وشاد في هاد الايتام. حنا بغينا نعرفوا هاد الايتام شنو العلاقه اللي كتربط ما بينه وبين هاد الشخص. وحنا رساله سابقا عطيناها للاهل ديال هاد الاولاد، وقلنا وبينا لكم اشنو غادي ديروا، اللي هاد السيد اللي كنشوفوا حنا لا ناهي لا منتهي. وهاد الشيء راه بكل صراحه اللي هو كيضر الاسر المغربيه، اللي هاد السيد راه ما كيبيناش واحد الانجازات اللي هما غادي يشرفوا الاسر المغربيه. هذا السيد هذا ما كيبين الا الفتن، وما كيبين الا وشي امور اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله. اللي من بعد الاخوه والاخوات المباشر ديال البارح اللي هو قال بانه غادي تنتظروا في القناه المليونيه، اللي هي داك القناه حنا لا تشرفنا. والسيد حاط الصينيه وكيسعى ويطلب وكيقول بانه هو عنده المصداقيه، وكيستحمر الجاليه وكيستحمر المتتبعين والمغاربه ككل. وهذا السيد الا هو مستهدف، الا هو كيضرب على المصالح ديالو. ولكن حنا هذه رساله للزوجه الماسونه ديالو، اللي واش بالله عليك اختي الفضيله، واش هاد القنوات انت ما كتدخليش وما كتفرجيش في هاد القنوات وما كتسلغايش وتسمعي الكلام اش كيقولوا هاد القنوات؟ اليوم قناه صوت الاراده كتقول لك بان هاد السيد اللي هو من بعد اليوم حنا دائما كنشوفوه مع هاد الايتام، وانتي هاد السيد اللي مازال عاطيه الترخيص، اللي دائما كيدير التصوير وكيدير مباشرات في الجنب ديال هاد المرأة. واش ما عندك غيرة؟ راه الانسان كما كيقول المثل المغربي اللي ما فيه غيرة الموت لحسن. لان باش نشوفوا حنا واحد الانسان مكون اسرة، ومن بعد حنا كنشوفوا التنمرات على نساء ونساء منهم هاد الايتام، اللي هو هاد السيد دائما كنشوفوا حنا ما كيدير التصوير والمباشرات الا في المنزل ديال هاد الايتام. ما هو المستهدف؟ حنا هنا كنعطيو تساؤلات وكنعطيو كرساله، ورساله الكثير والجميع الناس اللي كيناضلوا من اجل كلمه حق. هادشي راه خصكم الاخوه والاخوات تكلموا على هذا الموضوع بجداره واستحقاق، لان هاد السيد اللي هو اليوم كنشوفوا حنا كيسترزق بهاد الاطفال اللي هما راكم كتشوفوا المباشر اللي هو البارح كان ما عادش شحال في الساعه، والدراري اللي هما كنشوفوا حنا فيهم النعاس وهو مازال كيهزم ويحطهم في الحجر ديالو وكيسترزق ويسعى بهاد الوليدات. اللهم ان هذا منكر. واش هادشي يا الاخوه هل ترضون بهاد المنكرات اللي هو كيدير هاد السيد؟ واش هاد الناس اللي مازال كيقولوا بان حنا وكيهاجمونا في كومونتيرات وكيقولوا بان حنا كنحسدوه على هاد السيد هو كيدير الخير، واش بالله عليكم هذا هو الخير اللي هو نتوما كتشوفوا هاد السيد كيديروا؟ حنا ما كنشوفوا الا التنمرات، الا وكنشوفوا هاد السيد اللي هو صاحب او مهام ومكون اسره مع واحد المراه اللي هي بعيده ككل بعد على هاد السيد، ومراه خارج المحرم ديالو، ما هي بنت خالته، ما هي بنت عمته، ما هي. والسيد دائما كيطلع ويسترزق على هاد الايتام. واش هادشي يا متتبعين العزاز واصحاب القنوات واش هادشي يرضيكم؟ هادشي راه بكل صراحه اللي هو شي حاجه ما كنقبلوهاش وما كنرضاوش بها
على أي مرأة مغربية كانت. والسيد مازال غادي في الطغاة ديالو، ومازال كيبين كيقول هو كيدير الأعمال فيما يرضي الله، وهاد الأعمال اللي هو هاد السيد كيقوم بها إلا وهي أعمال من أعمال الشياطين نعلة الله عليه إلى يوم الدين. وهذا الشيء لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا الشيء هذا الإخوة والأخوات راه كيخصكم تتكلموا في هذا الموضوع اللي هو موضوع اليوم. هذا السيد كيشوه بأسار مغربية، اللي هو هذا السيد إلا وكيدير قنطرة على هاد الناس اللي باش يجمع ميمي على ظهرهم. وحنا دائما كنعطيوك رسالة للقضاء النزيه المغربي ديالنا، اللي دائما كنقولوا بأن هاد السيد يحقوا في الأمر ديال هاد السيد، ويشوفوا هاد السيد كيفاش كيتنمر وكيفاش كيبغي يدير السماوي على أسار وأسر. وهاد الناس اللي هما شنا حنا مازال ما تحركوش ومازال ما خداوش واحد الإجراءات في حق هاد الكاسول، لأن هاد الكاسول اللي هو كيدعى أنه جمعاوي، اللي هو لا يشرفنا، اللي إلا وكيسترزق على ظهور المغاربة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. لأن اللي هو كيكون في صفو راه كيخرج ويدير عليه التصوير ويسترزق على ظهره، واللي هو كيخرج ضده وينتقده بواحد انتقاد بناء كيجيش عليه جيوش إلكترونية ويخرجوا ويهتكوا في الأعراض ديال الأسر المغربية. وكثير من الناس اللي شنا منهم الأخت جميلة باري، اللي منهم إكرام بيلانوفا، اللي يوميات حسنية، اللي مويطو، اللي كثير وكثير من الأخوات تطا بديعة. وهذا الشيء هذا الإخوة والأخوات اللي كيخصنا نتجمعوا ونكونوا واحد الكتلة ونطلعوا بواحد الصوت اللي هو صوت حقاني، باش على الله وعسى الرسالة ديالنا توصل وتكون واضحة كوضوح الشمس. لأن هاد الشيء راه بزاف، لأن هاد السيد دائما أنا كنسميه واحد الإنسان ظالم، اللي هو هانتوما كتشوفوا اللي كيفاش كيتلحح على العائلات وخصيصا على المرأة المغربية. وركزوا معايا الإخوة والأخوات على هذه النقطة اللي دائما كتتكلم عليها قناة صوت الإرادة، وهو القول والميساج اللي كتبغي توصل لكم قناة صوت الإرادة، وهو الميساج على المرأة المغربية. وهو راه ما يعرفش يسترزق إلا وعلى المرأة المغربية، يا إما يجمع عليها ميمي ويبغي يبين باللي كيقوم أو كيدير شي إنجازات، يا إما كيخرج ويبغي يضرب في المصداقية ديال أي مرأة اللي هي ما بقاتش في الصف ديالو، اللي هي مرأة صحات في الضمير ديالها، كيخرج عاود ويولي يهاجمها ويضرب لها في العرض ديالها أو يجيش عليها جيوش إلكترونية. إذا حنا اليوم وقناة صوت الإرادة اللي هي دائما كتقول لكم بأن واحد الكلام صلغاو تصنتوا الكلام قناة صوت الإرادة وحلوه بالمنطق والعقول ديالكم وتعرفوا الكلام ديال قناة صوت الإرادة اش بغات توصل لكم. اللي هاد السيد راه ما كيخصناش نسكتوا على المنكرات اللي باش كيقوم هاد السيد، لأن هاد المنكرات اللي كيقوم بها هاد السيد اللي ما يقومش بها حتى الشيطان نعلة الله عليه. والسيد راه طغى إخواني أخواتي، السيد راه تحدى عن حداته، السيد إلا وكيسترزق على ظهور النساء الشريفات اللي من بعد البارح كيحسب الفلوس وكينادي قنوات وناس اللي كيقول بأنه ما كيتصنتوا وجالسين في السطح ينزلوا وكيرحب بهم حتى هو. قال سيدي بأنه هو
الا وما عندوش جرام المشكل، الا وهو واحد الانسان ما كيعمل الا واحد العمل خيري. وقال سيدي بان وكينادي هاد الناس وقال لهم شوفوا بان شوف هاد ساعصعوا، شوفوا المبادره والخير اللي كيقدم مع الاسر المغربيه. ولكن انا من هذا المنبر غادي نقول لك بان يا حثالات المجتمع لا تشرفوني. لان علاش؟ لان احنا كنعرفوا الا والله كان ما كان عندك هدف في ذاك الايتام، والله ما تسوق لا، والله ما تديرها في جنبك، والله ما تسعى بها ولا تسعى على ظهور الابناء ديالها. لان حنا ماشي عاد غادي نعرفوك، حنا كنعرفوا من المبادئ والاخلاق ديالك الا وصاحب المصلحه فقط، باش بلا ما تدوخنا وبلا ما تستحمرنا وبلا ما عاد تبقى تقول اودي بان حنا كنهاجموك على شي امور انت كدير ديال الخير. حنا وكنشناك كدير شي امور اللي هي خير ما نزيدوك الا خير في خير، وما غادي نتكلموا ونخرجوا بواحد الصوت الا ونتكلموا عليك بالجميل. ولكن حنا ما كنعرفوك الا وكتسرزق على ظهور الاخوات ديالنا وكتستحمر المغاربه وكتبين الناس المحسنين بان انت كتقوم بواحد العمل اللي هو عمل خيري. ولكن هذه رساله، ورساله للجاليه المغربيه، ورساله للناس اللي كيمدوا يد المساعده وكيبغيو يبحثوا ويديروا واحد الخير. انا تمنيت، وهذا كميساج ليكم اللي هي قناه صوت الاراده كترغب وكتزاوق وكتقول لكم بان الا غادي ديروا شي خير حاولوا تبحثوا وتقلبوا في الحالات مباشره، واللي غادي ديروا شي خير راه الا وغادي تاجروا عليه يوم القيامه. اما هذا الكسول اللي هو كيبين لكم في واحد الصوره بان كيدير واحد العمل خيري، انا من هذا المنبر كنقول لكم بان الا وراه كيستحمركم، الا وراه كياكل العقول الضعيفه فقط. لان هادشي الاخوه والاخوات هادشي حنا فاهمينه وهادشي حنا عارفينه، وحنا دائما لا نضوخ، لان حنا دائما صامدين ودائما ما كنخرجوا الا على الصدق والمصداقيه. وعلى دليل اللي هو هاد ساعصيعو اللي حنا ما كنشوفو كيقوم حتى بشي عمل. هاد السيد اللي هو التساؤلات ديالنا لهاد السيد باش كيعيش، اذا وكان ما كانش كيسترزق على ظهور هاد الناس باش غادي يعيش؟ اللي هو دائما كيجبد من الشكاره الاموال والاموال الباهظه. واش عنده شي شركه؟ واش عنده شي مداخل؟ ابدا الاخوه والاخوات. لان هاد السيد الا ما خرج ساعه ما غادي يلقاش ما يجبد من الشكاره. اذا واش بالله عليكم الجاليه، الناس اللي كتبحثوا وتقلبوا وديروا خير، واش هاد السيد يستحق نتوما تامنوه على الاموال ديالكم؟ انا كنقول لكم بان صحاو في الضمير ديالكم. انا كنقول لكم بان هاد السيد اللي هو ما كيعريش على كتافه، اللي هو واحد الشخص ما عمرو شرفنا وخرج وقال بان شنو هو الدور او شنو هو العمل ديالو. حنا ما كنعرفوا العمل ديالو الا الاسترزاق على الامهات والاخوات ديالنا فقط. اذا تمنيت هذا الميساج تفهموه بدقه، وتمنيت هذا الميساج ديروا به وتعرفوا بان قناه صوت الاراده راه ماشي ضد هذا الشخص. عرفوا قناه صوت الاراده الا وكتعرف السيره الذاتيه ديال هذا الشخص.
اللي هو الا وكيتنمر عليكم، اللي هو دابا الختان ديال هذاك الوليد ديال ابن هذا ام الايتام اللي هي ام الايتام، يعلم الجميع اللي هي ميسوره، اللي هو قال غيقوم بواحد الحفل يعني خصو ليه 2 المليون، وهاد 2 المليون باش تكون في العلم ديالكم الاخوه والاخوات، راه اي انسان وجابوا لهاد حفل الختان الا وغادي يخرج او يكون مع داك الناس وغادي يسعاهم وغادي يطلبهم وغادي يرغبهم وغادي يقول لهم اودي اي انسان كان، لا من تريتوره ولا من عيساوه ولا من الهيها ولا من جميع الامور، غير اللي هو غادي يجي ويحضر في ذاك الحفل الا وغادي يمشي ويستعطفهم ويقول لهم اودي بان طلبتكم واليوم تجيو تخدموا وحنا غير بغينا نفرحوا واحد اليتيم، وداك اليتيم اللي هو تا داك الناس غادي يبقى فيهم ولكن ما عارفينش الحقيقه ديال هذا السيد. ولكن هذا ميساج، وميساج الناس اللي هما كيعطيو الاموال ديال اللي هو هذا الشخص ما يستاهلش، اللي هو هذا الشخص الا وراه كيمص لكم الدماء ديالكم، وهذا الشيء راه ماشي من العوايد ديالو، وهذا الشيء ماشي من المبادئ ديالو، هذا الشيء التاريخ يشهد على هذا الانسان اللي هو دائما قناه صوت الاراده اللي هي كتقول لا يشرفها، لان هذا الشيء يا اخوتي المغاربه هذا الشيء راه بزاف اللي باش حنا نشوفوا هذا السيد دائما مع هذه المراه دائما كيخرج بمفاجآت. اذا واليوم حنا كنشوفوا بقى لك الا وهاد حفل الختان، اذا بقى مازال لك شي حاجه اخرى باش غادي تخرج، هو الفراش شلنا الفراش الدين اللي كان على هاد ام الايتام تخلص، ودابا بقى الا وحفل الختام، من بعد غادي نوليو نكتشفوا شي امور كيفاش غادي تخلق على هاد ام الايتام عاود باش تولي تجمع ميمي. اذا اخوتي كنتمنى الرساله ديالي تكون واضحه كوضوح الشمس، ودائما قناه صوت الإرادة كتخرج على المصداقيه، فلهذا كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى اللايكات والبارطاج ديالكم، وتحيه كبيره لخوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، ونحبكم في الله. وقناه صوت الإرادة اللي هي عندها مبادئ وعندها اخلاق، اللي هي دائما كتهاجم هذا الكسول، واللي هي دائما كتحط له النقط على الحروف، اللي هي هذه قناه صوت الإرادة راه ما كتقول لكم الاخوه الا والسيره الذاتيه ديال هذا السيد، وهذا السيد راه لا يشرفنا، اللي هو هذا السيد الساعه ديالو قربت.